لو تحدثنا عن سر هذه المحبة. بعد تأمل، لم أجدها في النقل، لكن بعد تأمل وجدت أن محبة يعقوب التي أثبتها القرآن زائدة ليوسف وأخيه بنيامين ناشئة عن أمرين. أولا، ناشئة عن محبة يعقوب لأمهما راحيل، ومن أحب شيئا أحب ما يتعلق به وما ينشأ عنه. هذه الأولى. الثانية ناشئة عن تأخر ولادة يوسف وبنيامين لأن راحيل لم تنجبهما مبكرا. هذا الإجمال. التفصيل: يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق. جاء في كثير من الآثار أن إسحاق أوصى يعقوب ألا يتزوج من الكنعانيين الذين كان مقيما بينهم، وأن يتزوج من خاله لابان. لابان كان يسكن في العراق. ذهب يعقوب عليه السلام إلى خاله، كان يعلم أن خاله عنده ابنتان، ليا وراحيل، وأن راحيل هي الجميلة وهي الصغرى، وأن ليا هي الكبيرة ولم تكن ذات حظ من الجمال. لكن الذي جعل يعقوب يخرج من أرضه إلى أرض خاله حبا في الصغرى لعلمه بجمالها. أخبر خاله، قبل الخال، اشترط عليه عملا 7 سنين، قبل يعقوب طمعا في الدخول على راحيل، قضى ما عليه مما كلفه به خاله، دخل على زوجته، أصبح علم أنها ليست الصغرى راحيل إنما هي الكبرى ليا. عاتب خاله، هو يريد رحيل لأنها جميلة وهي الصغيرة. عاتب خاله، فاعتذر له خاله بما اعتذر به له. حصل من ذلك أنه ما زال مصرا على أن يتزوج راحيل، وكان جائزا في شرعهم أن التوراة لم تنزل بعد. التوراة نزلت على موسى، نتكلم عن يعقوب ويوسف وبنيه، هؤلاء قبل موسى بكثير. التوراة لم تنزل. أصر على الزواج من راحيل، طلب منه خدمة أخرى قبل، مع احتفاظه بالزواج من ليا الكبرى. تزوج راحيل، لم تنجب. من التي أنجبت؟ ليا الكبرى الغير جميلة. أنجبت 6: روبيل، يهوذا، شمعون، لاوي، يساخر، زوبل. كم؟ 6. جاء خاله لابان، عنده جاريتان، بلها وزلفة. أهدى زلفة للصغيرة راحيل، وأهدى بلها للكبيرة ليا. راحيل الجميلة لم تنجب إلى الآن، شق عليها ذلك، وضرتها أنجبت 6، فدفعت جاريتها زلفة هدية لزوجها يعقوب. أصبح يعقوب كم؟ عنده 3، تزوجها. أنجب منها نفثالي ودان، نفثالي ودان. أصبح يعقوب عنده 8 أبناء. ليا الكبرى غارت، أهدت بلها ليعقوب. أصبح يعقوب الآن عنده 4 زوجات. بلها الجارية المهداة الثانية، الزوجة الرابعة، أنجبت جاد وأشير. أصبح عند نبي الله 10. القرآن يقول: إني رأيت 11 كوكبا. يوسف هو الراعي، بقي 12 أخ. إلى الآن راحيل لم تنجب. من راحيل؟ الزوجة التي من أجلها طوى القفار، التي هي الجميلة التي يحبها. بعد هؤلاء 10 حملت راحيل، ولدت يوسف. كيف الآن سيكون وقع يوسف ومحبته على أبيه؟ وقع يوسف ومحبته على أبيه سيكون شديدا. هو أتى من المرأة التي يحبها، فالأولى هو يرى أنه خدع بها، والثانية والثالثة والرابعة إنما أهديت إليه هدية، لم يطلبهما، فهو ليس معلقا قلبه بهما أو بهن 3. فأصبحت هذه الزوجة الجميلة هي التي أنجبت يوسف، ثم أنجبت بنيامين، فأصبح تعلقه بيوسف وبنيامين بدهي جدا أن يكون أكثر من تعلقه عليه السلام بال10 الباقي. بنيامين هو الصغير ولذلك قال الله عز وجل عن إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هذا الذي تبين لي، وقد
يعني أقول في مجالس الخاصة لم أسمعه من أحد ولم أقرأه لأحد، وقد يكون أحد توصل إليه قبلنا ولا ضير، لكنه هذا من مليح العلم لا من متينه، لأنه لا يتعلق به عمل. لكن أن تشغل القلوب بكلام الله خير من أن تشغل بغيره.